مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة الصيامي، وطريقتها سهلة جدا وتكلفتها بسيطة. تعال نشوف هنعملها ازاي. هنا هعمل الشربات الاول. معايا كوبايتين سكر وكوبايتين مية، وهسيب الشربات يغلي وتعال نعمل البسبوسة مع بعض. هنا معايا نص كيلو سميد بسبوسة. البسبوسة اللي هي سايبة مش اكياس. ومعايا ورقة بيكنج باودر هنزل بيها كلها، وورقة فانيليا، ومعايا كوباية سكر. وهنا ده جوز هند، ده اختياري، حابة تحطيه او ما تحطوش براحتك، بس الجوز الهند بيدي طعم حلو قوي للبسبوسة. وهنا هقلب كل المكونات الجافة مع بعض، نقلبهم كويس قوي بس. وبعد كده هنزل بنص كوباية زيت. لازم زيت يكون الزيت النظيف علشان ما يعملش ريحة معاكي في البسبوسة. وهنا معايا كان معلقتين جوز هند، انا كنت مدوبهم في مية سخنة وكنت سايباهم. وهنزل بالمية جوز الهند، وجوز الهند اللي فيها برضو هحطه وهعجن بيه البسبوسة. هقلبها كويس قوي، مش هعجن فيها، البسبوسة مش بتتعجن، تقليب خفيف، ما بتاخدش منك وقت خالص، ومش مكلفة، وما فيهاش اي تكاليف، لان لا حطينا فيها زبادي ولا حطينا فيها اي حاجة مكلفة. بس كده، هي كده البسبوسة جهزت معايا. وبعد كده هفضيها في صينية انا دهنها كويس اوي بالزيت، وهفردها بايدي علشان تطلع مظبوطة معايا. هتساوي كل الحراف دي كويس قوي اهو كده. بس وبعد كده تخبطيها كويس قوي في الرخامة عشان تطلع متساوية حتة واحدة. وبعد كده هحددها بالسكينة، مش هقطعها، هحددها خفيف كده من فوق علشان لما تستوي واجي اقطعها هتبقى متحددة معايا وسهلة. انت حدديها بالشكل اللي انت عاوزاه. بس كده. وهنا علشان ما اطولش عليكم الفيديو رصيتها بالفول الاول، بس هعمل معاكم واحدة كده او اتنين. انتي رصي الفول بالشكل اللي تحبيه. لو هتحطي فول هتحطي فول قبل ما تدخليها الفرن، لكن لو هتحطي زبيب لا، الزبيب بيتحرق. تزوقيها باي مكسرات انت عاوزاها، لان المكسرات بتبقى نية فبتستوي معاها. بس هنا كده انا خلصتها، وهدخلها على الفرن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. وبعد كده هنرجع نشوف الشربات. هنا ده القوام اللي انا عاوزاه في الشربات، لا تقيل ولا خفيف. هنزل بعصرة ليمونة، بس كده، انا مش هخليه يغلي تاني اكتر من كده، هي دقيقة بس. واخر حاجة هنزل بورقة فانيليا.
بس كده، مش هخليها اقل من دقيقة وهنزلها. هنا هزق البسبوسة بالشربات. بصي، هو ده القوام المظبوط بتاع الشربات، لا تقيل ولا خفيف. وهنا هميل بالراحة كده البسبوسة معايا علشان كل الشربات يدخل في الحرف بتاعتها. بصي هنا البسبوسة اتشربت كلها معايا، معنى كده ان البسبوسة بتاعتي ناجحة. بصي كلها ومفيش اي شربات زايد معايا. وهنا هحط فوق الفول، كان عندي مكسرات، لوز وبندق، كسرتهم ناعم قوي وهحطهم بالمنظر ده كده فوق الفول. بس هحطها كلها كده. لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة خالص، كفاية الفول. ما عندكيش الفول برضو تبقى بسبوسة سادة عادي خالص. بس ده الشكل النهائي، وهو مكان ما انا حددت هقطع بالسكينة، هتطلع معايا بمنتهى السهولة. بس كده قطعتها، وهطلع حتة معاكم اوريكي طالعة ازاي بمنتهى السهولة. هحددها الاول كده. بصي تحفة وسهلة جدا وطرية، كانت حلوة قوي، ريحتها حلوة قوي، طعمها كان روعة، وسهلة، ما خدتش وقت ولا فيها اي تكلفة، حاجة بسيطة. بصي كانت طرية ازاي، عايزاكي تجربيها وان شاء الله هتعجبك. ويا رب لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. مع ألف سلامة.